بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة مشاهدة قصص حساب على الانستغرام بدون علم صاحبها. وهذا الموقع اللي جبت لكم موقع زوين بزاف وسهل الاستعمال. اول حاجة كندخلوا لجوجل، من بعد كنمشيو لمربع البحث وكنكتبوا هذا الاسم اللي هو انسانوني. من بعد كنضغطوا على البحث الاول اللي هو كتشوفوه في الفيديو. من بعد كتبان معنا هذه الواجهة. الموقع كما كتشوفوا الواجهة ديالو سهلة الاستخدام. كنمشيو فين كاين هذا الاطار، ولكن قبل ما نكملوا الشرح ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي نرجعوا للشرح ديالنا. كما قلت لكم كتجيو الواجهه ديال الموقع هي هادي، من بعد كتجيو فين كاين ادخل اسم المستخدم. هنا كتكتبوا اليوزر نايم ديال الحساب ديال اي حساب بغيتو تشوفوا لي ستوري ديالو او القصص ديالو. يعني سواء كنتو درتو ليه بلوك او لا دار لكم بلوك غادي يطلع لكم في هذا الموقع. كتكتبوا الاسم كما هو، يعني اليوزر نايم ماشي الاسم اللي كيكون الفوق، يعني اليوزر نايم ديال الحساب. الا غلطتوا غير في شي حاجه ما غاديش يبان معكم. انا درت هنايا الحساب ديالي اللي تابع للقناه. كما كتشوفوا كيبان على هذا الشكل بروفيل، من بعد هنا كيبانوا القصص والدعامات، وهنا كيبانوا يعني الاشياء اللي عندكم في الحساب ديالكم ويمكن لكم ديروا لهم تحميل. وهنا الفوق كاين بحث، يعني الا بغيتوا تبحثوا على شي يوزر نيم اخر. انا هنا غادي كمثال غادي نبحث على الانستغرام ديال الصديق ديالي. غادي تكتبوا اليوزر نيم كما قلت لكم صحيح، ما خصكمش تغلطوا في شي حاجه. من بعد كيبان معكم بروفيل بهذا الشكل هذا. يعني هنايا غادي يبان معكم القصص اللي كاينه في الحساب ديالو، ويمكن لكم تشاهدوا القصص غير هنايا في هذا الموقع، ويمكن لكم كذلك ديروا لها تحميل بحال هنايا كيبان مع لي الستوري ديال هذا الحساب. ولا بغيتو ديروا ليه تحميل كتضغطوا على التحميل اللي كاين بالازرق، الاطار اللي كاين بالازرق، وغير كتضغطوا عليها كتبدا بالتحميل كما كتشوفوا في الاشعار اللي كاين الفوق. من بعد كديروا اوفغيغ اولا كتمشيو للجالوري. وهذه هي الطريقه باش تشوفوا لي ستوري ديال الحسابات اللي درتوا ليهم بلوك او لا ما كاينينش معكم في الفيسبوك بلا ما تبان السميه ديالكم، يعني غادي تشوفوهم بطريقه مجهوله. وهادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي درت لكم. في الاخير ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.